عمل علاقة مع واحدة، وأهلها لما عرفوا قالوا له يا تتجوزها يا إما. هو ما كانش راضي إن هو يتجوزها وأصر وقال أنا مش ممكن أتجوز واحدة عملت معاها علاقة، وكان واضح إن هي مش أول مرة تكون مع واحد. أهلها صمموا بس خافوا جيبوا المأذون لو لقى إن هو بيرفض مش هيكمل. راحوا كاتبينه عقد عرفي بينهم وبين العريس، وراحوا مضينه شوية إيصالات أمانة عشان يطمنوا إن هو مش هيرجع في كلامه ويطلقها تاني يوم ولا يقطع الورقة. العريس مضى ودخل شقته والعروسة متمكيجة وكأنها ليلة بصحيح. ولما دخل الليلة بتاعته وقرب النهار يطلع صلى الفجر، وبيبص على عريسته لقاها ماسكة تليفون وعمالة تكلم واحد. ايه العريس اتجنن، انت بتكلمي مين؟ قالت له مش بكلم حد. كلمة في التانية هي مصممة وبترد عليه وهو أصلا متغاظ ومكره على الجواز ومش طايقها ولا طايق ليلتها. قام العريس اتنرفز وجري على المطبخ وبسكينة وراح قتلها. وطبعا الصديق الهم يجيب مصيبة لأصحابه، أما اتصل باتنين من زمايله اللي جم يجروا وقال لهم عايزين نخلص من الجثة دي. مش يقولوا له لأ بقى، لا يلا شيلوا مع بعض الجثة، وراحوا واخدينها على المقابر ودفنوها من غير ما حد يعرف. وفي الصبح الأهل جم يشبحوا على العروسة، بيسألوا على العروسة فين؟ قال لهم معرفش، هي كانت هنا بس خرجت مش عارف راحت فين. في عروسة بتخرج نص صباحية؟ أنا معرفش، قالت لي هجيب حاجة وأنا جاية، أنا يعني همنعها؟ ياخدوه من هنا لهنا إن هو يعترف ولا يقول هي فين؟ أبدا. الراجل ماسك ومتماسك ومصمم على إنه معرفش هي فين. ولما اتصلوا وراحوا للشرطة وبلغوا، الشرطة بدأت تتحرك. فين العروسة؟ قال معرفش مكانها. بدأوا يشوفوا التحريات ويشوفوا الكاميرات، وبعد ما فرغوا الكاميرا بصوا لقوا هو العروسة داخلة معاه وما خرجتش تاني. وبالبرضه في الكاميرات لقوا ان هو بعد الفجر نازل معاه اتنين من اصدقائه شايلين حاجة وغابوا من المنطقة. وهنا واجهوه بالأدلة وقالوا له انت كنت شايل ايه؟ انت والاتنين اللي معاك. لما الامور ضاقت عليه وما لقاش اي مفر والموضوع خلاص انكشف والاتنين اصدقائه اعترفوا، فعلا هو كمان اعترف ان هو ذبح عروسته الصبح، صلى الفجر ولقاها بتتكلم مع واحد، ولما كان بيكلمها لقاها بترد عليه بطريقة مش كويسة. فأنا ما طقتش وأنا أصلا مش طايقها ولا عايز جوازاتها دي، ما قدرتش بنفسي غير وأنا بجيب السكينة وخلصت عليها، بس قلت أخلص بالجثة وزمايلي اتصلت بيهم عشان يخفوا معايا الجثة ومحدش يحس. طلعوا جثة العروسة لقاها متحللة. وهو الغلط دايما بينتهي بغلط، علاقة محرمة لازم تنتهي النهاية دي.